زي ما اخترتم هنبدأ ان شاء الله بريسبيراتوري سيستم. في الفيديو ده هنعرف ايه الامراض اللي ممكن تقابلنا في الصيدلية، وازاي المرض حصل، وبناء عليه ازاي هنعالج المرض ده. هناخد النهارده ان شاء الله الحساسية عموما، الالرجي ازاي بتحصل، والميكانيزم اوف برونكيال ازمة، وبناء عليه هنعرف الميكانيزم بتاع الادوية، ونبدأ ناخد الاسماء التجارية بتاعت الادوية ديت، ولو في دراج انتر اكشن، ولو في بيشنت كونسلنج نقدر نقول. الحساسية او الربو الشعبي، برونكيال ازمة، ده مريض بيجيلك بيبقى عنده ريكارنت اتاكس اوف ويز زي الصوت اللي هتسمعوه دلوقتي. الويز ده بيكون بسبب ان في ناروينج في البرونكيال وول، وفي كمان اديمة في البرونكاي. طيب سببه ايه؟ سببه وجود عوامل وراثية، ده الاساس، مع وجود عوامل بيئية. طيب العوامل البيئية ديت زي ايه؟ ممكن مثلا الهوم داست مايتس، الحشرات الصغيرة اللي بتبقى في المراتب والملايات القديمة والحاجات دي، زي اللي هتشوفوها دي. او الانيمال الرجينز، او حبوب اللقاح اللي بتبقى موجودة في فصل الربيع بسبب النباتات. كل ده يعمل حساسية. طيب نشوف ايه الميكانيزم بتاع المرض، ازاي المرض بيحصل. الرجي، الانتيجين بيروح يدخل للجسم، الجسم يطلع اي جي اي. الاي جي اي بيروح على الماست سيل، يعمل لها دي جرانيوليشن، بيبقى فيها فيزيكلز مليانه جرانيولز من الكيميكال ميدياتورز، اهمهم الهستامين والليوكوتراينز، ودول بيروحوا يعملوا برونكو كونستريكشن. وكمان الهستامين بيعمل فازو دايلاتيشن في البرونكيال ارتريولز، فيحصل إديمة، تبدأ الحتة دي تبقى مليانة كده فلويد، وبالتالي العيان خلاص البرونكاي بقت مقفولة خالص. طيب احنا عندنا اصلا طبيعي في الجسم ايه اللي بيعمل برونكو كونستريكشن وايه اللي بيعمل برونكو دايلاتيشن؟ الاستايل كولين، اسيتايل كولين، ادينوزين، بيشتغلوا على الريسبتور بتاعهم هنا. استايل كولين بيشتغل على ام 3 ريسبتور، بيعمل برونكو كونستريكشن. والادينوزين بيشتغل على الادينوزين ريسبتور ويعمل برونكو كونستريكشن. طيب على عكسهم السمباثيك، السمباثيك بيعمل برونكو دايلاتيشن. الدكتور ناي كان بيقول لنا ايه؟ ان السمباثيك ده بتاع الفايت والفلايت، وانت بتجري عايز البرونكاي بتاعتك تبقى واسعه، عايز الدم يكون واصل للعضلات كويس، عايز الشرايين بتاعه القلب يبقى الدم واصل لها كويس عشان تعرف تجري. كده احنا فهمنا ازاي الميكانيزم بتاع المرض بيتكون. طيب لو هتعالج هتعمل ايه؟ انت كده فهمت الميكانيزم دلوقتي، ازاي هتعالج؟ حد هيقول اول حاجة ممكن نقول للعيان يتجنب الانتيجين. اقول لك شيء كويس ان احنا نوقف الانتيجين، او ان احنا نقلل الاي جي اي، او ان احنا نمنع الماست سيل ان هي يحصل لها دي جرانيوليشن، ان احنا نمنع الهستامين ان هو يجي يشتغل هنا، ونمنع الليوكوتراينز ان هي تيجي تشتغل هنا، نمنع
الاسيتايل كولين ان هو يجي يشتغل على الريسبتور بتاعه، وكذلك نمنع الادينوزين ان هو يجي يشتغل على الريسبتور بتاعه. ان احنا ندي السمباثيك هيعمل برونكو دايلاتيشن، بيتا 2 اجونست. وهيبقى الكورنر ستون اهم حاجه في علاج البرونكيال ازمه هو الكورتيزون، لانه بيشتغل بكذا ميكانيزم. اول حاجه ان هو بيقلل المناعه، بيقلل تصنيع الاي جي اي. تاني حاجه ان هو انتي ايديمتس، هيقلل الاديمه اللي في الوول هنا، تمام، وبالتالي هيحسن البرونكيال ناروينج. وكمان البيتا 2 اجونست دي بخاخه، لما تدخل ويكون في اديمه الماده ما بتقدرش توصل للريسبتور بسهوله، فلما هو يقلل الاديمه هيحسن من شغل البيتا 2 اجونست. تمام. تالت حاجه ان الليوكوتراينز دي بتعمل برونكو كونستريكشن، ليها طريق تاني الكورتيزون بيقفله، وهي الاراكيدونيك اسيد. الاراكيدونيك اسيد ده كان بيطلع من الفوسفوليبيد بانزيم اسمه فوسفولايبيز A2. الكورتيزون كان بينهبت الانزيم ده، وبالتالي يمنع تصنيع الاراكيدونيك اسيد، وبالتالي يمنع تصنيع الليوكوتراينز. طيب الاراكيدونيك اسيد ده احنا هناخده بالتفصيل في الانتي انفلاماتوري. هو كان له طريقين. الاراكيدونيك اسيد ان ما يدخل طريق اللوكس ويطلع ليوكوتراينز، او يدخل في طريق الكوكس ويطلع بروستاجلاندينز. الكوكس ده كنا بنقفله بان سيدز، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، فعشان كده كل الان سيدز ممنوع ان هي تتاخد في عيان البرونكيال ازمه. ليه؟ لانك لو قفلت الان سيدز هنا، كل الاراكيدونيك اسيد ده هيتحول على طريق اللوكس، وبالتالي كل ده هيطلع ليوكوتراينز. كل الاراكيدونيك اسيد هيبقى قدامه طريق واحد بس، اللي هو طريق تصنيع الليوكوتراينز، وبالتالي هيزيد البرونكو كونستريكشن. طيب الانتي انفلاماتوري بتاع البرونكيال ازمه هو الكورتيزون. تمام. قلنا الماست سيل بيحصل لها دي جرانيوليشن، فاحنا ممكن ندي ماده فعاله كيتو تايفين. دي ماست سيل ستابلايزر، هتمنع الدي جرانيوليشن ان هو يحصل من الماست سيل. طيب والله ممكن ندي ليوكوتراين ريسبتور بلوكر او انتي هيستامينيك، ولكن الليوكوتراينز باورفول برونكو كونستريكتور 1400 مره اكتر من الهستامين، فاحنا علشان كده نركز عليها، هي ندي ليوكوتراين ريسبتور بلوكر. تمام. ممكن ندي ايه تاني؟ ماسكارينيك بلوكر، اللي هو مشتقات الاتروبين، حاجه سبيسيفيك على البرونكاي. والادينوزين ريسبتور بلوكر اللي هو ماده الثيوفيلين. هنعرف المواد دي بالتفصيل.